تسبب حادث انقلاب انحراف حافلة لنقل المسافرين في وفاة شخص وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة. كان ذلك بولاية برج بوعريريج صبيحة اليوم. هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 5:45 من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة كانت في رحلة من ولاية مسيلة باتجاه ولاية بومرداس على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بلدية المهير دائرة المنصورة. خلف الحادث للأسف كحصيلة أولية وفاة شخص تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث، بالإضافة إلى إصابة 11 آخرين لهم جروح مختلفة أين تم إسعافهم.